الثانوية العامة كلمة كفيلة ترفع حالة الطوارئ في أي بيت. احنا كأهالي بنشوفها سنة مصيرية وبنحمل المراهق كل أملنا ومخاوفنا ونتوقع منه إنه يكون في قمة الالتزام. بس السؤال اللي بيحير كتير من الأهل، هو ابني اللي في تالتة ثانوي ده لسه مراهق؟ الحياة العلمية بتقول إن طالب الثانوية العامة في ذروة المراهقة. مشكلتنا الحقيقية بقى إننا بنطلب منه يركز تركيز البالغين بالرغم إن دماغه يدوبك دماغ مراهقين. فابنك بيحارب في معركة تانية جوه جسمه ومخه، ولما بنحط وقود المراهقة المشتعل على نار ضغط الثانوية العامة النتيجة طبعا انفجار. عشان نفهم أكتر لازم نعرف إن المراهقة مش مرحلة واحدة، هي 3 مراحل وابنك أو بنتك بيتحركوا ما بينهم. المراهقة المبكرة دي المرحلة الأولى، هي من 11 ل 14 سنة، بتحصل فيها تغيرات جسمية سريعة وطبعا تمرد أولي. المرحلة التانية هي من 15 ل 17، فيها بقى بيزيد التفكير المجرد وبتبدأ محاولاته إنه يستكشف ذاته ويخاطر وطبعا يصطدم مع الأهل، ربنا يكون في عوننا. المرحلة الثالثة هي المرحلة المراهقة المتأخرة، بتبدأ فيها رؤيته للمستقبل المهني بتاعه والجامعي، بتتراجع فيها حدة التمرد عند المراهق. ابنك أو بنتك كطالب لثالثة ثانوي هم بيتحركوا ما بين المراهقة المتوسطة اللي فيها ميل للمخاطرة واستكشاف الذات، والمراهقة المتأخرة اللي بيبدأ فيها يكون هويته المستقلة. فلا هو طفل نضج ولا هو بالغ اكتمل، هو في منطقة عبور صعبة جدا، ربنا يعينه ويعيننا. البيوت اليومين دول قلبت معسكر حرب، شد وجذب وزعيق، ومراهق قافل بابه ومش عايز يذاكر، وأم واقفة ورا الباب وبتعيط وبتقول ابني ضاع واتمرد في أهم سنة في حياته، سنة الثانوية العامة. طبعا كل الخناقات والدراما اللي بتحصل في البيوت وقت الامتحانات دي وراها سبب نفسي لغوي وعلمي، لو فهمناه البيوت هتهدى. ابنك اللطيف اللي فجأة تحول لشخص عصبي وعنيد وبيقفل بابه بالساعات وبيرد بكلمة ونص، أو الرد فعل اللي بنقوله على تصرفاته دي ده ولد مش مؤدب، ده قليل الأدب، ده مراهق متمرد. لكن لو فكرنا مرة بس في معنى كلمة مراهقة في اللغة أصلا، هي في المعجم معناها راهق الغلام، يعني قارب البلوغ والغاية. راهق الشيء يعني دنا واقترب منه، يعني لغويا ابنك أو بنتك في الثانوية مش في مرحلة طيش أو تمرد مقصود إطلاقا، هو في مرحلة اقتراب. أيوة يا ست الدكتورة، اقتراب من إيه بقى؟ اقتراب من النضج، يعني الولد بيقترب أو بيدنو من الرجولة والبنوتة بتدنو من الأنوثة. هي مرحلة انتقال جسري وصعبة، صعب عليهم وعلينا. لما نفهم الجسر اللغوي ده والإنساني هنفهم إن المراهق اللي هو طالب الثانوية بيمر مخه بعملية إعادة ضبط مصنع بيولوجية ومش بإرادته خالص. هنا بقى الأهل هيتساءلوا ويقولوا لو كان بيقترب من النضج فليه كل الانفجار ده والعناد وقت المذاكرة؟ الإجابة هتلاقيها في علم نفس النمو اللي هيقول لنا إن جوه دماغ المراهق بيحصل زلزال إحنا مش شايفينه، لكن أكيد بنعيش تبعات الزلزال ده مع ابننا. المشكلة فين؟ الفص الأمامي للمخ المسؤول عن الحكمة والتحكم في الانفعالات لسه مكملش نموه، وده علميا تقريبا مش بيكمل إلا في سن 24 سنة. في المقابل بقى العواطف والمشاعر شغالة بأقصى طاقتها. أنا دايما بشبه المرحلة دي بتشبيه علمي عشان أبسطها للوالدين، بقول لهم ابنك المراهق ده سايق عربية فراري سريعة جدا اللي هي عواطفه الاندفاعية، لكن بفرامل عربية لعبة، اللي هو التحكم الانفعالي عنده لسه ما نضجش. فهو مش قاصد يستفزك، هو فعلا مش قادر يدير مشاعره بيولوجيا. طبقا لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال لنا إنه تأثير البيئة ذكرها في مواطن كثيرة، ومنها قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما، يعني معنى كده ما وصل إليه علم النفس الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلاف السنين أن الطفل يولد صفحة بيضاء، والوالدين والبيئة المحيطة هم اللي بيخطوا أو بيكتبوا في الصفحة دي، إما هيكتبوا بخط جميل وعلى السطر، أو هيشخبطوا بقى ويقطعوا الصفحة ويشوهوها. ففي موضوعنا النهاردة عن الثانوية، اللي بيستوعب زلزال المراهق وانفعاله أو بيخليه ينفجر هم الوالدين. السبب في الانفجار إننا كأهل ومراهقين بنقع في فخ اسمه فخ ترجمة السلوك المشوه. يعني احنا عايشين في بيت واحد اهو، بس كل واحد مننا بيتكلم لغة مختلفة. فالأم بتشوف المراهق إن هو لما بيقفل بابه إن هو بيكرهها وبيضيع وقته، أكيد قافل بيلعب دلوقتي جوه مش بيذاكر. بس الحقيقة النفسية إن طاقته الاجتماعية خلصت من ضغط المذاكرة،
والتغيرات اللي جوه جسمه بتحصل بسببها برضو قفل بابه عشان وسيلة يشحن طاقة ويقدر يكمل سلسلة حياته أو حياته عامة. المراهق بقى بيشوف مامته اللي بتزن وبتسأل على المذاكرة كل ربع ساعة دي بيقول مامتي بتكرهني وعاوزة تتحكم فيا. الحقيقة طبعا ان الأم مش عايزة ده، هي مرعوبة عليك، هي خايفة على مستقبلك مش أكتر، ومش عارفة تعبر إلا بالزن. فاحنا يا ريت نرحم ترجمة بعضنا، ومحتاجين مترجم هنا يا جماعة. مش بس كده، مراهق الأيام دي بينفجر من أقل كلمة. ليه؟ لأنه عايش تحت ضغط وهمي في علم النفس بنسميه الجمهور الخيالي. هو متخيل إنه في ناس حواليه أو كل الكوكب يعني باصص عليه وبيراقبه ومستنيله على غلطة. فلو حباية طلعت في وشه هيحس بكارثة ويقعد يعيط لأنه فاكر كل زمايله باصين للحباية دي. ولو غلط في امتحان تجريبي كده أو تمهيدي أو جاب درجة وحشة بيجيله إحباط عنيف وبيقفل باب أوضته وبيهرب من المذاكرة. الأهل بيشوفوا ده دلع وتفاهة وأفورة، لكن هو بالنسبة له أزمة وجودية وضغط مرعب فوق ضغط الامتحانات الأساسي اللي هو عايش فيه. فبلاش نستهين بمشاعره ولا مشاكله عشان ما يحسش إننا في وادي وهو في وادي تاني. إن إحنا بنعامل ولادنا على إنهم قوالب أو عجين وبنشكله عشان يحققوا أحلامنا إحنا اللي فشلنا إن إحنا نحققها. أولادنا مش جايين الدنيا عشان يحققوا أحلامنا، جايين عشان يحققوا أحلامهم هم، كيانهم هم. هو كيان مستقل ليه أحلامه وطموحاته. بدل ما نكون بقى مهندسين عمالين نشكل قوالب ونحط عيالنا فيهم، لأ، خلونا نبقى الراعين اللي بنسقي بذور شخصياتهم عشان تنبت زي ما ربنا عايزها وزي ما ربنا خلقها. هنا بقى عندي رسالة مهمة لكل مراهق ومراهقة بيسمعوني، واخدة بالي أنا من اللي انتوا هتفكروا فيه دلوقتي، عشان ما تفهموش كلامي غلط ولا تعملوه شماعة لأخطائكم. علم النفس لما بيفسر طبيعة مخك وظاهرة جمهورك الخيالي وتغيرات هرموناتك اللي بتحصل لك، هو بيديك مفتاح عشان تفهم نفسك، مش رخصة عشان نقل أدبنا أو نقل من احترامنا أو نهرب من مسؤولياتنا. فكون فراملك الانفعالية لسه بتنمو، لسه ما خدتش الرخصة كاملة، ده بيخلينا كأهل نعذرك نحتويك، لكنه أبدا مش بيعفيك من أدبك واحترامك لبيتك ولا من سعيك ومذاكرتك. صعوبة المرحلة مبرر إننا نساعدك ونطبطب عليك كمان، بس مش مبرر أبدا إنك تأذي أهلك ولا تعاندهم ولا تعاملهم بأنانية وعناد. النضج الحقيقي هيبدأ لما تعرف نقطة ضعفك وتحديات سنك وتحاول تشتغل عليها مع نفسك عشان تنجح، مش عشان تبقى عندك حجة للفشل. فرسالتي لكل مراهق، علم النفس بيديك مفتاح لفهم نفسك مش رخصة للأخطاء. بعد ما فهمنا بشكل علمي وبشكل لغوي ازاي نتعامل مع المراهقين عشان يمر الجسر ده بسلام من غير ما ينفجر البيت عندنا 3 خطوات عملية هقول لكم عليها. أول حاجة، بلاش ندية، مش كل كلمة أو لبس أو قفلة باب نعمل عليها معركة. خلونا نستوعب ولادنا ونفوت الصغائر عشان لما تيجي الحاجة الكبيرة نعرف نلاقي لها مكان ووقت. تاني حاجة، اسمعوا أكتر ما بتوعظوا. المراهق بيكره قوي قالب المحاضرة، مش تعالى لما اكلمك عن الموضوع الفلاني، لا خالص، ولا تقول له انا قلت لك 100 مرة. بالعكس، استخدموا السؤال الذكي، تفتكر ايه التصرف الصحيح في الموقف ده يا حبيبي؟ خلوه شريك مش متلقي. رقم 3، افصلوا بين السلوك وبين محبته. وصلوا له دايما رسالة واضحة، احنا رافضين التصرف الغلط اللي انت قمت بيه، بس بنحبك انت شخصيا ومكانتك عندنا ثابتة ومش بتتغير. الولاد محتاجين يسمعوا كلام عن الحب في وقت الزعل والخلاف أكتر من أوقات الصفا. وختاما لكل القلوب العاقلة، المراهقة مرحلة انتقالية، هي صعبة عليه قبل ما تكون صعبة علينا. افتكروا دايما الآية الكريمة اللي بتلخص سر التربية، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين والاحتواء هما الأمان. فيا ست الكل ويا معالي الأب الكريم، فوتوا الصغير واسمعوا أكتر ما بتدوا مواعظ ومحاضرات، وافصلوا دايما بين رفضكم لسلوك المراهق وبين حبكم الثابت لشخصه. شاركوني في التعليقات ايه أكتر سلوك بيعملوا ابنكم أو بنتكم من المراهقين في فترة الامتحانات وبيستفزكم وهل بعد ما عرفتوا السر النفسي واللغوي نظرتكم ليهم هتتغير؟ ودعواتي من كل قلبي لكل طلابنا في الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق، وانت كمان يا زيزو ربنا معاك يا حبيب ماما. اشوفكم على خير في فيديو قادم في رعاية الله.